صباح او مساء الورد على حسب عصور الجليد. حلقتنا النهارده هترجعنا تاني للعصور المظلمه ذا دارك ايجز. هنرجع تاني على البلد كنا اتكلمنا قبل كده في حلقه من الحلقات عليها، هي ترانزلفانيا. النهارده هنتكلم عن اميره لقبت باميره الدماء. النهارده هنتكلم عن إليزابيث باثوري. دي سليلة العائلة السادية المشهورة بالدماء جدا، عائلة باثوري. جدها الأكبر كان ستيفان باثوري اللي هو كان المساعد المخلص واليد اليمين للكونت فلاد ولاشي AKA الكونت دراكولا. ونقدر نرجع لحلقة كونت دراكولا ونشوف الكلام الرائع اللي مكتوب عن الكونت دراكولا فيها. بس النهارده هنرجع للأميرة إليزابيث باثوري فيها. هي أميرة مجرية من ترانزلفانيا، اتولدت سنة 1560. اتولدت من أسرة من عائلة باثوري المجرمة، ونعتذر في الكلمة اللي أنا بقولها، لكن هي فعلا عائلة سادية جدا جدا جدا، من أب جورج باثوري والأم أنا باثوري. طفولتها ما كانتش احسن حالا، لان طفولتها اثرت بشكل كبير جدا على شخصيتها. هي كانت طفلة زي اي الاطفال، بس في سن 7 سنين الطفلة دهيت حصل حادثة كده عندها علمت قوي 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 في ذاكرتها، لان كان والدها اللي هو جورج باثوري عامل حفلة في القصر بتاعها وهي عندها 7 سنين، لكن هجم عليهم مجموعة من المجر. قدرت والدتها انها تخبيها في اوضتها وتقفل عليها لحد الصبح. كانت طول الليل بتسمع صراخ وعويل، ناس كتير عمالة بتصرخ وبتعيط وهي ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل، لحد لما الصبح خرجت من الأوضة بتاعتها وخرجت لقيت الجثث مرمية في كل حتة في القصر وفي كل الجنينة، كلهم من جثث المجر اللي هجموا عليهم. وفوجئت بوالدها بيعلق طفل عنده 7 سنين على طريقة القتل المشهورة للكونت دراكولا على الخازوق. والمنظر ده فضل معلم في ذاكرتها جدا جدا، طريقة قتل وحشية جدا، بس هو كان بيستمتع بيها وكان نوع من العقاب ان هم هاجموا عليه. وفي سن ال 11 سنة برضو كان عندها خدامة كده بتساعدها في البيت، تعمل لها الأكل، بتسرح لها شعرها. الخدامة دهيت في يوم من الأيام وقعت إناء إبريق مية كده كبير اتكسر منها. كان رد فعل والدها عنيف جدا لدرجة إن هو جابها من شعرها ورماها في التلج بره، وجردها من ملابسها كلها وربطها في العمود. ومش بس كده، كان كل شوية بيرش عليها مية ساقعة جدا لدرجة انها ماتت متجمدة. ودي كان احد الحوادث اللي كان ليها فضل كبير في تأثير شخصية إليزابيث باثوري فيها. إليزابيث باثوري كانت متعلمة جدا لدرجة انها اتعلمت 3 لغات، الهنغارية واللاتينية والألمانية، في حين ان في معظم الرجاله في الوقت ده ما كانوش حتى اصلا بيعرفوا يقروا ويكتبوا. وفي يوم والدها وداها لعمتها كلاركا باثوري، ودي كان ليها تأثير جامد جدا على شخصيتها، وفرحت جدا بيها وعملت لها حفلة استقبال رائعة. بس ما كانتش تعرف ميولها للسحر ولا هوايتها للخيمياء او السحر المعقد، ولا كانت ليها اي علاقة او اي معرفة بميولها الجنسية، لانها كانت نتفليكس مع واحدة صاحبتها، يعني مالناش دعوة. شافت ساعتها حفلات غريبة جدا فيها خدم عريانين بيمشوا في الصالة، وفيها ناس بيرشوا بعض بالدم، وكان في حفلات وكان في ناس بتتجلد. اتصدمت صدمة كبيرة جدا في عمتها، بس أثرت عليها بالسلب لفترة كبيرة في حياتها. اتجوزت إليزابيث باثوري في سن ال 15 سنة من الكونت فرانتس ناديسيري. والكونت دوت كان مولع بالحروب ومهتم جدا بفنون التعذيب، الأسرى والسجناء، وكان يا إما في خارج على الجبهة بيحارب، يا إما في بيعذب السجناء والمعتقلات. فكانت مهملة في حياتها لمدة 20 سنة، لحد لما بدأت تكبر في السن وبقى عندها 35 سنة. وهنا أصابها رعب، لأنها بدأت تشوف تجاعيد في وشها، وبدأت تحس إنها تكبر، وبدأت تغير جدا من الخدمات اللي عندها، وتشوف البنات الأصغر منها وكانوا أجمل منها
فكانت بتشوههم بالتعذيب وكانت بتضربهم جدا، وكان ليها مقص فضي كده كانت دايما بتخبط بيه البنات في وشها وتعذبهم وتشوه جمالهم، وكانت دايما بتحرقهم بالقطع المعدنية الخدامات اللي عندها على ظهرهم وعلى جسمهم علشان تشفي غليلها منهم انتقاما ليها انها بدأت تكبر. وفي يوم سمعت اتنين من الخدم بتوعها ان هما بيتكلموا ان الاميرة ده هي كبرت في السن وبدأ يبان عليها التجاعيد، خرجت بالمقص بتاعها وبدأت تطعن فيهم وقطعت لسانهم وشوهت وشهم وعذبتهم جدا جدا. وفي يوم سافر جوزها للحرب، ولكن في الحقيقة هو ما كانش سافر لحرب ولا حاجة، هو كان رايح لعاشقته اللي في بوخارست. وهنا عرفت الأميرة إن جوزها بيخونها مع عشيقته، وكلمت بعتت جواب لعمتها وقالت له بتستنجد بيها إنها تيجي علشان تواسيها في اللي هي فيه. بس عمتها كان ردها غريب شويه، قالت لها انها مش فاضيه انها تجيلها، ودعتها هي في القصر بتاعها انها تروح لعمتها. وهنا راحت لعمتها وتعرفت على حفلات التسليه. حفلات التسليه دي كانت حفلات تسليه على البشر، كانوا بيربطوا الخدم وبيربطوا الأسرى وبيجلدوهم، بل كمان مش بيجلدوهم عادي، لا ده كان بيجلدوهم بالوش، ان هم مش زي الناس كلها بتجلد على ظهرها، لا ده كان بيجلد على وشها ويحرقوهم بالنار ويقتلوهم. كانت عيله ثريه جدا. وفي الليله دي اتغيرت اليزابيث باتوري للابشع من انها بقت عاشقه للثديه وعاشقه للدم. مات جوزها وهي عندها 43 سنة، ويتقال ان هو مات طعن في احد الحروب او احد المعارك، او ان هو مات على ايد عاهرة من اللي كانوا يعرفها في بوخارست، ودي هتنور معانا لان احنا عارفين ان كانت عشيقته من بوخارست. ولكن في كتابها اعترافات اليزابيث هي اللي قالت ان هي سمته بسم خدته من عمتها. مش بس كده، وانها كمان تطعن فيه بالمقص بتاعها لحد لما خلصت عليه. وفي يوم كانت الأميرة إليزابيث قاعدة الخدامة بتاعتها بتسرح لها شعرها، فشدت شعرها غصب عنها واعتذرت لها جدا، بس ده ما شافهاش غليل الأميرة إليزابيث وراحت جاية تخطها على وشها، فانجرح وشها في إيد الأميرة ونزل الدم عليها، وكملت عليها قعدت تضرب فيها لحد لما إيديها اتملت بالدم وسابتها وبدأت تغسل إيديها. حست بحاجة غريبة جدا، لقيت إن بشرتها حست إن هي اتعدلت على لون الدم وعلى دم الست على ايديها. فجري طبعا راحت للخدم بتوع الحشم بتوعها وقالوا لها الحاشيه بتاعتها وسالتهم عن كده. وطبعا الحاشيه دي كانوا بياخدوها عد عقلها علشان يخلصوا من وجع دماغها. قالوا لها بالفعل ان كان في عيله مراقيه كانوا عايشين ان هم بيستحموا بدم العذاره علشان يفضلوا شباب، وفضلوا فعلا شباب لحد لما ماتوا. ودي كانت ليله سودة ومنيله بنيله على الخدم اللي عندها، لانها رجعت للخادمه اللي كانت لسه ضرباها وجابتها عندها في الاوضه وقالت للحراس بتاعها ان هم يربطوها، وبداوا فعلا قطعوا شرايينها والخادمه بدات تنزف، والاميره اليزابيث بدات تمسك الدم بايديها وتحطه على وشها وتدهن بيه كل حته في جسمها، ولقت ان ده مش كفايه فامرت الخدم ان هم يعلقوها بالسلسله فوق من رجليها، وراحت جايه دبحاها وبدا الدم ينزل بغزاره عليها وبدات تستحمى حرفيا بالدم علشان تفضل شباب على طول. هي كانت فاكرة ان دم واحدة بس هتكفي، لكن طبعا الكلام ده هبل ومفيش اي حاجة حصلت ليها. فبدأت تقترح انها تجيب خدامتين كل اسبوع، وفعلا بدأوا يجيبوا خدامتين كل اسبوع ويعلقوهم يا عيني من رجليهم ويقطعوهم في كذا حتة في جسمهم ويفضلوا يشلفوا دم وهي يا عيني قاعدة في الحمام الدم تحتيهم ينزل عليها دم. وكانت بتستمتع جدا بصراخ وبكاء الخدامات، هم بيعيطوا هم بيموتوا بالبطيء وهي بتستمتع في حمام الدم بتاعها، واحيانا كانت بتشرب كمان من الدم ده علشان قال ايه تعيش اطول.
فضلت في الحال دهيت، وكمان تطورت في الموضوع انها بدأت تعمل حفلات تعذيب سرية، وكان عندها وبتستورد لعب تعذيب من بره، لدرجة ان هو كان عندها حاجة اسمها العروسة الحديدية. العروسة ديت كانت عروسة مكونة من مفصلات للدراعات كده، كانت بتخلي الخدم بتوعها يعلقوا عليها المجوهرات بتاعتها، فيعين الخادمة وهي بتعلق عليها المجوهرات تروح جاية الأميرة دايسة على زرار، يروح جاي العروسة قافلة عليها، ويطلع من صدر العروسة مسامير ترشق في الخادمة، وتبدأ تصرخ الخادمة وتموت ببطء في هستيريا ضحك رهيبة من الأميرة إليزابيث هي. وكان بيقولوا إن كان ليها واحدة صاحبتها برضو ميولها الجنسية هي كمان نتفليكس، هي كمان كانت دايما بتلبس بدلة وبتلبس راجل، فكانت معاها كده الله ينور يعني، استغفر الله العظيم يا رب. وكان ليهم قزم كده عنده 16 سنة كان بيشاركهم حفلات التعذيب دي. سبحان الله ان الناس دهيت في العصر ديت كانوا بيحاربوا الدولة العثمانية وبيحاربوا الاسلام، وبيقولوا عليه ان هو دين بيضطهد المرأة وبيحكمها في البيت وبيلزمها بالحجاب وبالزي الفضفاض، وبيوقد براءة الستات في ان هم يتحبسوا في البيت. وسبحان الله شوفوا هم كانت تصرفاتهم ازاي مع الستات، وبيقتلوهم وبيستحموا من دمهم باسلوب همجي بربري غريب. يعني سبحان الله كانوا بيحاربوا حاجه هم اللي فعلا بيعملوها. فضلت في علاقتها دهيت وفي حفلات التعذيب بتاعتها لدرجه انها قتلت اكتر من 600 خادمه، لدرجه ان الناس بقت تترعب من منظر الفيلا بتاعتها، وما بقوش حتى يبعتوا لها خدم كتير، لدرجه ان في يوم من الايام نزلت القبو بتاعها، هي كانت بتدفن الجثث بتخبي الجثث بتاع الخادمات دي بعد ما يتصفوا من دمائهم في توابيت خشب في القبو بتاع القصر بتاعها، لدرجه ان القبو اتملى جدا وريحته طلعت من كتر العفانه وما كانتش عارفه تعمل ايه، فاضطرت ان هي تولع في كل الجثث دي عشان تخلص من الريحه. واتعرف امر الاميره والافعال الدمويه اللي كانت بتعملها، واتقبض عليها هي والخدم بتوعها، واعدموا الخدم بتوعها، بس هي علشان من عائله راقيه ما اعدموهاش، اتحبست في اوضه مكونه من 4 حيطان اكتر متر في نص متر، محبوسه ما فيهاش غير فتحه في الجدار عشان يخش لها منها الاكل، وفتحه تحت والعياذ بالله عشان يخرج منها الفضلات بتاعتها. فضلت في السجن بتاعها ده لمدة أكتر من 7 سنين لحد لما مات وهي عندها 21 سنة 51 سنة بعتذر، علشان تموت محبوسة مقهورة ذليلة كحالها كحال أي واحد بتسول ليه نفسه إن هو يظلم البشر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الملكة أميرة الدماء الملكة إليزابيث، ونكون وصلنا لآخر الحلقة. وأحب أشكركم جدا على الكومنتات الجميلة والحاجات الرائعة اللي بتفرحني جدا جدا جدا. وأي حد حابب يتواصل معايا على مواقع التواصل هكون حاطط في لينك الفيس بتاعي والانستجرام وتويتر على الديسكريبشن تحت الحلقة هنا، وهكون سعيد جدا بالتواصل بتاعكم. وأي حد عنده أي موضوع حابب نتكلم فيه أنا تحت أمر. وبس كده يا سيدي، سلام.